إخوان نحن نتفاوت في اليقين، نحن نتفاوت في اليقين، وبهذا تتفاوت مراتبنا عند الله تبارك وتعالى. فعندما نقرأ مثلا على سبيل المثال وما النصر إلا من عند الله، هذا وحي أنزله الله تبارك وتعالى، كلنا متمسكون به، كلنا نقر أنه من عند الله، كلنا يحفظه، هنالك تمسك. لكن أين يختلف العباد؟ أين يختلف الناس؟ في يقيننا بأن هذا الوحي سوف ينجينا ويدبر أمورنا، سوف ينقذنا من سطوة الباطل، سوف يجعلنا أقوياء نستطيع أن نجابه الباطل ولو كنا ضعفاء. فهذا اليقين يا إخوة هو الذي نتفاوت به. الله تبارك وتعالى القرآن كله حديث من الله لعباده، ليس خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتهى عند ذلك الزمان، إنما القرآن الكريم خطاب الله الأخير للإنسان، لن يأتي بعده خطاب، إذن فهو صالح وممتد إلى يومنا هذا. لو تأملنا في القرآن الكريم حتى نستسقي من هذا الوحي يقينا نستعين به على دفاع الباطل، فنجد أن الله تعالى في غير موضع يعني ثبتنا وربط على قلوبنا. من هذه الآيات أيها الأحباب الكرام قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رب العالمين ينص في هذه الآية على أن كل أرض خربتم مساجدها يا ظلمة، وهذا يصلح أن يكون اليهود لا تركوا مسجدا إلا وأفسدوه ودمروه. ربنا يقول كل أرض أيها الظلمة خربتم مساجدها لن يكون لكم فيها موطن. اليهود في هذه المعركة يا أخوانا حدثوا عن احتلال الشمال، حدثوا عن استيطان في الشمال، والاستيطان عند أهل اللغة أن تتخذ هذا المكان موطن، يعني موطن آمن كويس. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. انتهى الكلام عند ذلك. إذا أيها الأحباب هذا نص كلنا متمسكون به ونحفظه. يتفاوت يقيننا في يعني اعتقادنا بأن الله تعالى يعد بذلك، وعندئذ كلما زاد يقينك زاد دفاعك للباطل. أيضا آية أخرى في سورة الحج الله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه فينصرنه. الآن اليهود يا اخوان قبل هذه المعركة، قبل طوفان الأقصى، كانوا يعاقبون الأسرى بالضرب وإلى آخره وإيذائهم، وكانوا يعني يعتدون على المسجد الأقصى المقدسات كل يوم